لو بتبدأ مشروع بدون شريك ما بتكونش عارف تأسس منشأة فردية أو شركة شخص واحد. أنا هقولك الفرق. المنشأة الفردية بتكون قايمة بشكل كامل على شخصك، بمعنى إنك ما تقدرش تضيف أي شريك أو تحولها لأي كيان قانوني آخر، وده طبعا ما بيكونش أحسن حل في حالة توسع النشاط، غير إن في حالة الوفاة لا قدر الله بتغلق الشركة بشكل نهائي تلقائيا. لكن شركة الشخص الواحد هي نوع من أنواع شركات الأموال، ودي بتتيح ليك انك تغير كيانها القانوني وتضيف شريك، وطبعا ده بيضمن لك حلول استثماريه اكتر، ولا قدر الله في حاله الوفاه بتفضل الشركه قائمه لان ليها كيان قانوني مستقل وبتنتقل ملكيتها للورثه. ففي اغلب الاحيان بيكون اختيار شركه الشخص الواحد هو الخيار الامثل في حاله عدم وجود شريك.